المكان اللي هتشوفوه في الفيديو ده مكان جميل جدًا ورائع للناس اللي بتحب الطبيعة، تشوف شكل الصخور والجبال، وبتحب تتمشى وتعمل hiking. مكان رائع جدًا موجود في التشيك، على الحدود بين بولندا والتشيك. آمم، المكان اسمه أدرسباخ تبليتسي روكس، مكان فوق الوصف. بدأنا الرحلة بتاعتنا يوم 15 ديسمبر 2024 في عز الشتا يعني. الطريق جميل جدًا بين بولندا وتشيك. هي منطقة سياحية فتلاقي فنادق ودي شكل الغرف. ده كده في الريسبشن هناك. طريق رايح جاي طالع، شجر على الناحيتين وتلج. مش عارف والله. معرفش الواتساب شغال. يا التلج ده والمية بص سبحان الله. هنبدأ التريل هنا كده. المكان جميل قوي للي بيحب الهايكنج ويسمع أو عايز يسمع أصوات طبيعية كده، صوت المية، صوت الهوا. كهايكنج تريل لا، واحد من أفضل الأماكن اللي روحتها الصراحة. فيها كل حاجة، فيها نهر، فيها صخور، جبال. طبعا هي محمية، تعتبر محمية طبيعية يعني. مكان اسمه أترسباخ تبليسي روكس. ده بيقول لك 300 ستيب. 300 حلوين. يلا مختار. لا تشيك حاجة تانية يا جماعة. هتلاقينا كل ده فاضل لنا لسه شوية حلوين. مكان وهمي يا جماعة. الجو كان تلج. ما فيش تلج. سلامتي ضيق بقى وايه وبتزحلق. مكانش في غيرنا موجود في المكان ف يلا اختار. الوقعة كانت هتبقى مشكلة كبيرة. الوقعة هنا الوقعة بفورة. بص السن بقى عامل ازاي. وسع كده وسع. لسه في تاني. ايه المكان الوهمي طول ما ده يا انت يعني طالع جماعة؟ بقى في التريل بتلاقي فيه علامات لسه بتعرفك الاتجاه الصحيح اللي تمشي فيه عشان ما تخشش حتة غلط وتتوه فيها. ممكن متعرفش ترجع بالك تقع. معكش بقى مية، معكش أكل ولا بتاع، تبقى مشكلة كبيرة يعني. ايه اللي قايل عليك. دي القمة بقى. اتنين. طلعنا حتة عالية جدا دلوقتي، بس لسه في حتة أبعد شوية هنطلع مشاور عليها. أنا هنا. هنطلع فوق الصخرة دي كده من هنا. حاجة ظريفة بقى على التلج، الواحد ما كانش واخد باله منها إن التلج مش بيبل يعني. احنا صلينا العصر هناك على التلج، هدومنا ما اتبلتش ولا حاجة. عشان ما التلج طلعش ده للاسف. يعني درجة الحرارة بتبقى قليلة جدا، فالتلج نهار بيفضل ابيض تلج، الدنيا مبيتحركش في المية المفروض خالص قوي. فمبتتبلش. لازم اقفل الفيديو عشان اركز عشان الوقعة بنصر. خيال علمي يا جماعة والله. أنا طالع من هنا، الموبايل وقع مني هنا كده، نزلت اجيبه بس الحمد لله ايه متكسرش.
يلا نكمل. لا انت الدنيا تلج يا ده. بص احنا في قمة الايه، في القمة، بس حاجة مختار. مش قادر بص يا فايفي مش قادر احركها. منظر الجبال. بص اصلا شكل الجبال الصخور مع الشجر تقدر تميز بينهم. يعني بيبقى فيه مراقب كل حاجة. شايف قمم الصخور عاملة ازاي، شكلها جميل اوي، عاملة منظر مع التلج حلو اوي. بس بيتزحلق ايه؟ الطراب بيتزحلق، لازم تبقى ماسك كويس. العلم تشيك معمول صفيحة كده عشان على التشيك مينفعش تعمل حاجة كده هتبهدل صفيحة. ده اسمه حاول بيلزق لزق. معاك قلم؟ محمد حقيقي. الفيو من هنا يعتبر أفضل حاجة. فضلت واقف شوية واحنا نازلين بقى يا لازم ابني ننزل ايد طبعا، اتصال كده. مينفعش تنزل بوشك يعني. لبس كويس. الله، المكان جميل جدا شوف زي ما قلت. التلج الناس الخفيف اللي بتحب بينزل ده. الهايكنج. المكان ده لسه فيه حتت احنا ما رحناهاش. اضطرينا ان احنا نرجع لان كان الليل قرب. ويلكم. اهي دي مش ويلكم دي. ويلكم مش عارف، بس هو بيقول لك في تعالب هنا ولا ايه؟ لا يلا يلا ناخد. يلا لسه فوق بقى. يا عم تعالى سيكا كده. الدنيا هتضلم علينا. ده الصخرة دي هم نحتينها على فكرة عشان يعملوا طريق. ده ايه ده؟ ده جوتا كان بيجي يقعد هنا. مش عارف ايه اللي كاتبينه ده. رحنا كده مطعم جميل، دي كانت قهوة تركي معرفش بيعملوها بطريقة غريبة شوية. وكان حاجة كده اسمها تشيك دامبلينج. دي كوكا كولا. طعمها رائع جدا. هي في الصورة دي كوكا كولا مش حاجة تانية.